السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ملكاتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا احسن صحة وافضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا الفيديو النهاردة مختلف تماما، واضح من صوتي كمان ان انا سعيدة الحمد لله ومبسوطة اخيرا وبعد معاناة يا جماعة والله معاناة شهور. اخيرا البين كود وصل الحمد لله. عقبال يا رب كل اللي لسه ما جالهاش يجيلها، او اللي ما جالوش يجيله يا رب ان شاء الله، وتوصلوا كده قناتكم تكبر تبقى مليونيه باذن الله. عقبال طبعا القبض اخيرا. الفيديو النهارده المفروض ان هو انا كنت اصلا قايله بعد الروتين اللي فات جوله في مملكتي بقى ان شاء الله، جوله في الشقه بعد الفرش بس طبعا جالنا بقى الخبر القمر ده، جالي البين كود. المفروض ان انا مستلماه امبارح يوم 9/5، فهو جالي امبارح. فخلاص بقى قلت لا، هدخل بقى افرحكم معايا واشارككم الفرحه دي واعرفكم ان البين كود وصل، وكمان اقول لكم ايه الحاجات اللي تتجنبوها، لان عشان ما تقعوش فيها زي وما يتاخرش عليكم قوي كده. لان انا فاتحه القناه، انا المفروض قصدي القناه مفعلاها من يوم، المفروض ان انا قدمتها للمراجعه يوم 26/9، ودخلت المراجعة قعدت بالظبط تقريبا 3 ايام. دخلت يوم 26، طلعت يوم قصدي اتقبلت الحمد لله، اتقبلت يوم 29. انا مدخلاها يوم 26 بالليل المغرب، اتقبلت يوم 29 بالليل بعد العشاء. فالحمد لله قعدت يعتبر 3 ايام او ليالي، ليلتين، فما غابتش الحمد لله. طبعا دخلت كل البيانات بتاعتي باللغه الانجليزيه، بدخل كل حاجه باللغه الانجليزيه. وخلي بالكم عشان لو اتلخبطتوا في النقطه دي، ان انتوا مثلا تيجوا تدخلوا بياناتكم وتلاقوا ان ما بتتقبلوش. طب ايه المشكله؟ طب انا عملت ايه؟ طب كده المشكله في ايه؟ ان ممكن تكون كاتب انت الحروف او كاتبه الحروف باللغه العربيه، فلا، بتبقى المفروض تتكتب باللغه الانجليزيه. تكتبوا كل حاجه بقى بالظبط، زي ما موجوده في البطاقه. جيبوا البطاقه بتاعتكم كده وقت عشان تفتحوا حساب ادسنس، لازم تكون البيانات زي البطاقه بالظبط. وخلي بالكم عشان دي اللي هي خلاص الاساسيات اللي بتبنوها قاعده كده، عشان ان شاء الله بعد كده القناه يجيلكم البين كود وما يتاخرش عليكم. وكمان عشان ان شاء الله تقبضوا بدون اي تعطيل في حسابكم، لما تكونوا بانيين قاعده كده باسس ان انتوا عاملين كل حاجه مظبوطه. فان شاء الله تضمنوا ان شاء الله باذن الله لما تحققوا طبعا $100 هتبتدوا تقبضوا اول دفعه عليكم. انا بقى المفروض ان انا البين كود طلبته كام مره؟ انا طلبته 3 مرات. ليه يا كوكي 3 مرات؟ عشان انا يا جماعه كنت مش عايزه اقول اهمال بس كنت بنسى، والله انا كنت بنسى فعلا. انا المفروض على فكره شفتوا البين كود، انا لسه استنى هفتحه لكم واوري لكم عامل ازاي. انا كنت بنسى، المفروض بالظبط كل 22 يوم انت طلبتيه اول مره، بعد 22 يوم بالظبط تطلبيه تاني. انا بقى كنت بنسى، كان يعدي عليا ال 22 يوم دول وشهر، وارجع افتكر، اجي احسب الايام اللي انا طلبت فيها، اقول يا خبر ده عدى شهر. انتوا فاهمين؟ فاللي طولوا معايا كده ان انا طلبته لحد ما كل ما اجي افتكر ان انا اتاخرت، انا كده اتاخرت ولا لسه شويه، ابص الاقي لا، ده انا اتاخرت كتير كمان، شهر 30 يوم. مره كان 29 يوم، دي المره التانية. المره بقى التالتة انا كنت حاسبه ان المفروض اتم بالظبط 22 يوم. يوم 10/5 اللي هو النهارده. بس الحمد لله البين كود جالي امبارح. واكتشفت اصلا ان هو، مع ان على فكره في حاجه، انتوا بعد ما بتدخلوا من الرقم البريدي لما تفتحوا حساب ادسنس، بتدخلوا الرقم البريدي بتاع المحافظه بتاعتكم. بعدها لما بيجيلكوا رساله على الجيميل ان تم ارسال الرقم التعريفي للبريد وكده، المفروض في الوقت ده لما تجيلكوا رساله على الجيميل تروحوا اقرب بوسطه ليكوا في المحافظه اللي انتوا فيها او المدينه، تروحوا بقى او حد يروح، انتي جوزك ايا باباكي ايا كان، تروحوا تتبادلوا الارقام كده مع ساعي البريد. تروحي كده تقولي فين اقرب مكتب بوسطه ليا، تقومي رايحه المكان فين اللي بيستلموا منه الجوابات، هيشاوروا لك عليه. ادخلي بقى قولي فين ساعي البريد المتخصص مثلا في تسليم الجوابات في منطقه كذا اللي هي منطقتك. ساعتها هيقولوا لك هو ده. فساعتها قولي له بقى ان انا جاي لي جواب مهم جدا من جوجل ادسنس. وبيبقوا عارفين على فكره، عشان موضوع القنوات ده ما شاء الله انتشر جدا،
فالموضوع ما بقاش زي زمان. كان زمان يعني يستغربوا الامر، انما دلوقتي لا، خلاص بقوا عارفين ان في جوابات بتيجي يعني من جوجل ادسنس، والجوابات دي مهمه جدا بالنسبه لنا يعني كاصحاب قنوات. فبيبقوا عارفين ان هي حاجه مهمه بالنسبه لك، فانت ساعتها هتقولي له ايه، انا جاي لي جواب ان شاء الله من جوجل ادسنس، إيه مهم بالنسبه لي وكده، وهرضيك برضو لما تجيبه اول ما يجيلك على طول إيه سلمهولي. فده اللي حصل، ان انا جوزي راح واخد رقم سعي البريد، واللي هو متخصص في منطقتنا، بيوزع في منطقتنا يعني، وكان على تواصل معاه من وقت للتاني، إيه اتصل عليه جالك، إيه لا لسه، إيه كده تمام. اكتشفت بقى، انا مش عارفه تقريبا هو جاي عندهم بقاله وقت ولا ايه، لان بصوا يعني هو جاي لي مش شكله مش جديد كده، متني بقى كده، وشوفوا هو جاي كده، هو كده. وكمان هنا دي البيانات بتاعتي، ولقيت عليه بصوا يا ولاد شارب شاربين عليه شاي باين ولا ايه مش عارفه. فتقريبا يعني هو كان عندهم ولاد اللذيذه، وانا كل ده انا كل ده مستنياه، وهو ما اعرفش بقى مركون عندهم ولا ايه، مع ان احنا واخدين رقمه كمان. بقول امال لو مش اخدين رقمه بقى. فالحمد لله يعني إيه، اتصل بجوزي امبارح وكده، وقال له إيه خلاص إيه، ان انا البين كود وصل، او الجواب ده وصل يعني من جوجل ادسنس وكده. وطبعا وصف له، تواصل معاه ووصف له العنوان بالظبط. انا اصلا بيتي ما يتوهش خالص، إيه في شارع عمومي يعني. فهو جه طبعا علينا وسلموا الجواب ده، الجواب القمر ده. وبعد كده طبعا ايه يعني زي ما قاله ان هو هيكرمه كده، فارادوه يعني، وخلاص كده طلعنا بقى. جوزي طبعا اللي قص الشريط هو اللي افتتحه. هو بيبقى كان مكتوب كده في الجنب هنا ازل الحواف الجانبيه، او ازل تقريبا. عموما يعني بيتقطع، هو اصلا بيبقى بصوا عامل ازاي كده، بيبقى اصلا مخرم كده، بحيث ان انتوا ايه ما تقطعوش إيه حاجه مهمه من جوه، ما تقطعوش مثلا إيه رقم او كده. فبيبقوا معمول كده على الجنب كده، ايه يقول لك ازل الجوانب تقريبا يعني. فانتوا بتشيلوا بقى الجزء ده كده وتفتحوه. استنوا، هو كده من جوه اهو. انا بس غطيت اللي هو الرقم البين كود. بيبقى مكتوب لكم ايه بقى اهو، جوجل ادسنس رقم التعريف الشخصي PIN لحسابك في جوجل ادسنس. مرحبا بك في جوجل ادسنس، لم يتم اعداد حسابك لتلقي الدفعات بعد، يرجى اتباع التعليمات لاثبات صحة عنوانك. التعليمات بقى: سجل الدخول الى حسابك في ادسنس، واعثر على بطاقة رقم التعريف الشخصي في الصفحة الرئيسية. دي الخطوات اللي انتم المفروض بتعملوها في الحساب بتاعكم. فهو بيقول لكم بقى اهو الخطوات ايه: ادخل رقم تعريفك الشخصي كما يظهر في الجانب الايسر اللي هو هنا ده. هو الارقام دي مكونه من 6 ارقام يعني. ثم انقر على ارسال وتبعتوها، وبعد كده خلاص. وهنا مكتوب برضو: تقدر الاشاره الى اننا سنوقف عرض الاعلانات من خلال حسابك اذا لم تستخدم رقم التعريف الشخصي هذا لاثبات صحه عنوانك في غضون 4 اشهر. مع جزيل الشكر فريق جوجل ادسنس. ازاي يعني ما ندخلش الرقم، ما بنصدق ان هو يجي اصلا. وطبعا بقى الورقه التانية دي مشفره كده، مكتوب PIN يعني بس كده. وهنا بقى دي البيانات الشخصيه بتاعتي. انتوا المفروض بيطلب منكم الاسم والعنوان وارقام التليفون ورقم المنزل والمحافظه والرقم البريدي، كل ده بيبقى موجود. وهنا مكتوب كمان ايه: مضمن بالداخل مستند مهم، يعني بيبقى مكتوب على الجواب كده ان هو في مستند مهم هنا كويس. بيبقوا كاتبين كمان دي تمام. انا برضو في حاجه هقول لكم عليها عشان ما تقعوش فيها. انا كمان دخلت الاول جبت طبعا البطاقه وكتبت البيانات بتاعتي بالظبط زي ما مكتوبه في البطاقه، من ضمنها العنوان بتاع بابا، بيت بابا. وانا طبعا عنوان جوزي مختلف، او العنوان اللي كان هيجيلي عليه الجواب كان مختلف طبعا، مش زي العنوان اللي موجود في البطاقه. فانا دخلت الاول كتبت ايه عنوان سابق، وكتبت اللي هو في البطاقه اللي هو عنوان بابا، وكتبت عنوان حالي، وقمت ذاكره العنوان اللي انا فيه حاليا اللي هو بتاع بيت جوزي. فدي كانت غلطه، دي اول مره يعني غاب عليا، عشان كده اول مره لقيتهم بقى بعتولي رساله ان يرجى اثبات صحه عنوانك. فطبعا عدلت العنوان، حذفت العنوان السابق وخليته في العنوان الحالي. فالمفروض بقى ان انا اللي ما تابعتش، يعني انا اللي ما تابعتش، اتاخرت شويه.
بس الحمد لله. المفروض انتوا بتطلبوه لكم 4 مرات، 3 مرات ومره تقريبا بالبطاقه يعني، بس الحمد لله ما لجأتش للخطوه دي. المفروض ان كان خلاص كده هينتهي الميعاد بكره، والمفروض ان انا كنت هطلبه تاني بقى الحمد لله يعني جه خلاص. فعقبال يا رب كل اللي ما جالهمش البين كود يجيلهم، وعقبال كل اللي ما حققوش $100 ده الشرط الرابع والاخير ان شاء الله يحققوه، اللي هو انا لسه معاكم فيه يعني. الحمد لله حققنا كده الشرط الثالث، فان شاء الله نلاقي كده نتيجة تعبنا وثمرة نجاحنا كده ان شاء الله، نجنيها ونفرح كلنا باذن الله. بتمنى لكم كل الخير، وكل اللي نفسه قناته تكبر يا رب يا رب تكبر وتبقى من انجح القنوات وتبقى مليونية ان شاء الله. وفي نهاية الفيديو بتاعنا كده، الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. انتظروا بقى الفيديو الجاي، حلو قوي قوي قوي، جولة بقى في الشقة بعد الفرش، هتعجبه جدا ان شاء الله. ده يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا ولو بحاجة. لو استفدتوا قولوا لي انتوا استفدتوا وايه الخطوات. يلا نشارك مع بعض بقى الخطوات اللي انتوا عملتوها وقعتوا فيها برضو، لكل اللي جالهم البين كود واتأخر عليهم وكده، عشان غيرنا يستفاد. وفي نهاية الفيديو بتاعنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربنا وأتوب إليك. مع السلامة.